طيب نروح للزمالك. الزمالك يا جماعه انا بشوف انه القصه كلها، لو جيت سالت قبل اي حد من جمهور الزمالك قبل ما الموسم يبتدي هيقول لك يا معلم احنا طلعنا مركز تاني ووصلنا دوري ابطال افريقيا وخطفنا معانا كاس ولا كونفدراليه 100 فل و17. بس بدايه الفرقه من انه يكسب سيراميكا لتك بيكسب مودرن اللي كان متعادل مع الاهلي، مع الفرقه ابتدت تظهر بشويه حاجات مع اخوان الفينا وفي صفقه حلوه، فابتدى طموحات جمهور الزمالك تعلى ان لا ده احنا ممكن نعمل مفاجاه. خاصه ان الماتشين اللي الزمالك خسر فيهم متعادل قدام دجله والمقاولين هم اكتر ماتشين ما كانش حد يتخيل ان الزمالك ممكن يقع فيهم. يعني انت ممكن تقول لي الزمالك يقع قدام سيراميكا اقول لك ماشي، يقع قدام مودرن اقول لك ماشي، لكن المقاولين لسه صاعد، دجله لسه صاعد، مع كل احترام والتقدير ليهم لا ما تجيش. فالزمالك عمل عكس المتوقع في انه كسب الفرق اللي كان من المتوقع ان هي تعقر قدامه، والفرق الطبيعيه، الفرق اللي كان ممكن الزمالك او متوقع ان الزمالك يكسبها، لا الدنيا عدت بشكل مش طبيعي، وعدت ان هم كسبوا الزمالك زي دجله وتعادلوا مع الزمالك زي المقاولين. فالزمالك هو الفرقه والمدرب هم اللي رفعوا طموحات الجمهور، او ادوا عشم بالبلدي كده، عشموا الناس ان لا ده احنا ممكن نعمل مفاجاه ونكسب الدوري. لكن حقيقه الامر عشان اكون امين، الزمالك في فتره انتقاليه الفتره دي، الزمالك لو قدر يحقق فيها بطوله زي الكونفدراليه او كاس مصر ويوصل فيها مركز تاني دوري ابطال افريقيا، ده هيبقى نجاح النجاح النجاح المتنجح. لانه الزمالك بكل المشاكل اللي عنده، بارض اكتوبر، بالفلوس اللي فيها مشاكل، بالغرامات اللي المجلس عمال يدفع فيها بقاله مثلا بتاع سنه من ساعه اللي جه، ولا سنه ونص، داخل على سنتين اهو عمال بيدفع في فلوس وصلت لحوالي نص مليار، مع واحد مع اداره قبل كده كانت سايبه النادي خرابه الخرابه وبتحاول توقع فيه لغايه دلوقتي بكل ما اوتيت من قوه. فان الزمالك بس يبقى موجود في المنافسه في الدوري ويكسب افريقيا كونفدراليه او كاس وكمان يوصل دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، ده نجاح كبير جدا. لكن الفرقه والمدير الفني اللي بالمناسبه هتكلم عنه واللعيبه اللي هتكلم برضو عنهم، عشان قدموا اداء في افتتاحيه الدوري طمع الناس، فخلى الاحباط جامد جدا لما الزمالك خسر من دجله، وخلى الاحباط جامد جدا لما الزمالك تعادل مع المقاولين، وخاصه ان الزمالك لو كان كسب دجله كان هيفنش قبل التوقف الدولي اول الدوري بلا منازع ومعوش حد. لكن حقيقه الامر لازم جمهور الزمالك يبقى واقعي ان السنه دي سنه انتقاليه، الزمالك مش مؤهل فيها انه ينافس على الدوري، مش عشان هو فرقه وحشه ولا عشان لعيبه وحشه ولا عشان مدير فني قليل ولا عشان نادي قليل، لا طبعا الزمالك ده واحد من اعظم الانديه اللي في مصر وافريقيا والوطن العربي، ولكن عشان ظروف الزمالك الفتره دي لا تاهله لكده. لو اهلته انه يكسب بطوله زائد انه يروح دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، ده كده هيبقى نجاح مرحلي تبني عليه بقى بعد كده وتجيب لعيبه اجمد. لان خلي بالك الزمالك بكل صفقاته اللي هو عملها دي برضه مش بصفقات بيراميدز وصفقات الاهلي، حتى لو هم حلوين وحتى لو مفوقين فرقه الزمالك، بس الزمالك وراه جمهور عظيم عمال يزق فيه. يعني نفس اللعيبه دي لو مع فرقه ثانيه لابسين فانيلا ثانيه ممكن ما تلاقيش اداء كده، لكن كواليتي لا الزمالك لسه ما وصلش بتدعيماته انه يبقى الاهلي او بيراميدز ككواليتي لعيبه وقيمه لعيبه، مع الوضع في الاعتبار ان حتى بيراميدز والاهلي بكل اللي فيهم من لعيبه برضه بدايتهم سيئه جدا واسوا من الزمالك في بطوله الدوري. طيب نروح للعيبه ونروح للمدرب. المدرب مدرب برضه على قد الزمالك، على قد فلوس الزمالك، ما هو انتش جايب انشيلوتي، فاهم قصدي؟ مدرب كويس مش عبقري وعنده اخطاء لازم حد يتكلم معاه فيها. ان انت تلعب سيف جعفر رقم 6 ده حاجه ما تخشش العقل ولا تخش الدماغ. ده سيف جعفر اصلا في مركزه في مكانه ما بيلعبش اساسي، تقوم تلعبه اساسي في رقم 6 اللي هو اصلا مركز محتاج خبرات كبيره جدا في الوقفه وفي التحركات وفي كل حاجه. زائد ان هو عنده بعض القناعات كده، زي ما طول معاه القناعات بتاعت الناصر ماهر يلعب جناح لغايه لما ضيع على الزمالك ماتش المقاولين وبعد كده راح مرجعه تاني لقلب الملعب، وهكذا. محتاج حد يتكلم معاه لان هو عنده بعض العند في بعض اوجه النظر او وجهات النظر اللي هو برده معذور، ما اعرفش اللعيبه ده، الراجل ده لسه جاي يا جماعه، واللعيبه اصلا بتاعت الزمالك دي لسه جايه، يعني حتى ما جوش كلهم مره واحده لعيبه جداد، ده جه لعيب على لعيب على لعيب على لعيب لغايه لما الفرقه كلها اجتمعت وكملت قبل الدوري مثلا ب... ب... باسبوع ولا اسبوعين. زائد ان برضه الزمالك عنده سوء حظ عنيف في انه في مركز مضروب عنده بالنار اللي هو هاف ديفندر. يعني عنده احمد ربيع وعنده احمد جهاد، احمد ربيع صفقه جديده وجهاد كان صفقه جديده السنه اللي قبليها، وشحاته اللي ممكن يلعبها الثلاثه اتصابوا في ماتش دجله. يعني احمد ربيع وجهاد كده كده في المستشفى بقى لهم فتره، وشحاته كمان اتصاب فما راحش منتخب مصر وما لعبش مع الزمالك، فبقى غير ان دونجا كمان
كان موقوف عشان الانذارات، فبقى الراجل برضه ملط في الحته دي، مش لاقي حد يلعب بيه، فاهم؟ مع انه كان بيلعب ممكن صلاح مصدق عنده، يعني عنده بعض الاسماء التانية البدائل اللي كانت ممكن تبقى افضل، بس في الاخر ده اللي حصل. فالزمالك هيتم الصبر على المدير الفني، لان هو ده اللي قادر يمشي مع الزمالك المرحله دي. زي ما قلت لك، نفس اللي كنت بتكلم عليه في موضوع البطولات، هي دي امكانيات الزمالك دلوقتي. والراجل ما هوش اعظم حاجه، بس هو برده مش اسوأ حاجه، مش خسر الماتش طول الماتش بقى اسوأ حاجه في الدنيا. هو لسه برده بيشوف الدنيا، وعنده بعض البصمات اللي اعتقد تخلي جمهور الزمالك يصبر عليه، يصبر عليه ويستنى. نيجي للعيبه، اعتقد ان في بعض الاوقات بيبقى في دور من ادوار اللعيبه، حتى لو مدير الفني مش قاري الجيم، مش قاري اللعيبه، مش عارف امكانياتهم، اختار تشكيل غلط، اختار اختيارات غلط، تبديلات غلط، تبديلات متاخره. ماتش مثلا ديجا انا بشوف ان كان في جزء كبير جدا على اللعيبه، في حته كده في الماتش مفيش رده الفعل بتاعت لعيبه الزمالك، اللعيبه الكبيره اللي هو لازم بيدافع عن اسمه وعن مركزه وعن ناديه، وانه عايز يتصدر الدوري قبل التوقف الدولي. الونش ما ينفعش لعيب كبير بحجم الونش، لعيب محترم وواحد من ارجل اللعيبه اللي في مصر، يعمل غلطه زي دي في وقت زي ده فرقتك محتاجاك فيه، وعايزه تتعادل وعايزه تكسب. ففي حته برضو على اللعيبه، لازم اللعيبه تبقى تنشف سنه في حته انه لا، الجمهور متطلب، الجمهور عايز منكم دايما انتوا برجولتكم وجدعنتكم في الماتشات اللي فاتت طمعتوا الجمهور وعشمتوه ان انتوا ممكن تنافسوا على الدوري. حتى لو ده ما حصلش، حسسوهم ان انتوا بتدوا ال1000% مش ال100%، كل ماتش بتجيبوا اخر ما عندكم. خسرتوا بقى، تعادلتوا، كسبتوا، خلاص دي حاجه بتاعت ربنا معاكوا او مع اي فريق تاني، المهم انت تعمل اللي عليك في الملعب.